بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد شحات. أنا نزلت فيديو قبل كده بس تقريبا ما فيش متابعين كتير له. أنا هنزل سلسلة فيديوهات عن الحياة في أمريكا أو تجربتي في الشارع الأمريكي. يعني عندي بعض القصص الظريفة الحلوة أو بعض الأحداث اللي حصلت معايا، فحابب ان انا انقلها ليكم واوريكم ازاي ان تفكير الشعوب المختلفة بيمشي ازاي. لو انت حابب تكمل وتسمع بقية القصص، عندي قصص كتير جدا. يا ريت تعملي سبسكرايب ولايك وشير. لو مش عاجبينك خلاص يعني ما فيش مشكلة. المهم احنا حكينا القصة الاولانية، النهاردة القصة التانية بقى. هل انت فكرت في يوم من الايام تسأل نفسك ابوك وامك اساسا منين؟ جدودك هل هم مصريين؟ هم اساسهم فرعوني، عربي، تركي؟ حد فينا سأل نفسه السؤال دوت قبل كده؟ ما اعتقدش حد فينا سأل نفسه السؤال دوت، لان انا ذات نفسي كل اللي يهمني ابويا وامي مصريين، خلاص يبقى انا مصري. جدودي بقى جم منين راحوا فين ما بتفرقش معايا. انا بقول المقدمه دي ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم قبل كده انا اشتغلت فتره اوبر وصادفني جنسيات اشكال والوان، وزي ما قلت لكم هنا هو في امريكا حوالي 120 جنسيه، وكل واحد له عاداته وتقاليده وله دينه وله محلاته، له حياته الكامله داخل امريكا. اللي انت ما ايه يعني لو دخلت في وسطيها هتلاقيها عالم كبير ومختلف. فالمهم ركب معايا واحد مره من ماجنوليا. عارفين ماجنوليا دي جنوب الصين، بلد صغيره كده جنوب الصين. لو انت متابع تاريخ، دول المماليك لما جم مصر هم اساسهم من منغوليا. الكلام ده ايام شجره الدر، لو شفتوا فيلم في شجره الدر هتفتكروا الكلام ده كله. وهم كانوا جايين جنود مرتزقه لمصر، وجت فتره هم حكموا مصر فيها. فالاخ المنغولي دوت لما ركب معايا فبيعرف ان انا من مصر وبتاع، فبيقول لي انت زرت بلدك؟ قلت له طبعا انا على اتصال ببلدي على طول. قال لي ما فهمتنيش. قلت له فهمني. قال لي انا بسألك زرت بلدك؟ قلت له انا بقول لك اه. قال لي انا ما اقصدش مصر. قلت له امال تقصد ايه؟ قال لي منغوليا. قلت له ايه علاقتي بمنغوليا؟ قال لي هم المماليك مش كانوا في مصر؟ قلت له اه. قال لي طيب ما انت ابن المماليك، يعني جدودك اساسا جاي من منغوليا. حقيقة انا مكسوف لك انك لحد دلوقتي وفي السن دوت ما تزورش بلدك اللي هي مغنوليا وتشوف اهلك هناك. قلت له يا عم اقعد ساكت، مغنولية ايه ونيلة ايه على دماغ اللي جابوك؟ تعالى لي هنا بالراحة. بعد المماليك اولا كانوا مرتزقة وجايين، والفرصة سمحت لهم وحكموا مصر لفترة بسيطة جدا، واطردوا واتضربوا بالجزم طردة الكلاب. دي الاولاني. التاني بعد المماليك ما جم الاتراك، الدولة العثمانية، وقعدوا 200 سنة. جم بعديهم الفرنساويين، جم بعدهم الانجليز، وفي النص ايام الحرب العالميه الاولى وقبل الاولى والثانيه كان موجود في مصر يونانيين مهاجرين. ما يمكن انا ابن حد من دول اللي قال لك ان انا ابن المماليك. اللي انا اعرفه ان انا مولود في مصر وابوي مصريين، يعني معناها ان انا مصري ودمي مصري. انا مش هدور على جدودي جم منين، كانوا فراعنه ولا كانوا عرب ولا مستعربين ولا. فقال لي على فكره انا مكسوف لك سلف، ويا ريت تنزلني هنا هو، لان انا خلاص اتخنقت منك لانك رافض الاعتراف بالواقع. قلت له والله يا ريت تنزل، لان انا اللي اتخنقت من اللي جابوك.
منغولية ايه ومماليك ايه على دماغك؟ ده انتوا شوية مرتزقة حرامية. فهل سألت نفسك قبل كده انت اصولك جاية منين؟ طبعا مش هتسأل ولا هتدور، اصل مش هتفرق كتير. المهم انت ايه دلوقتي، وابوك وامك ايه بس. منغولي، تركي، فرنساوي، عفريت ازرق، مش فارقة. وتحيا مصر، وكل الحب ليك يا مصر انت واهلك. كان معاكم في الحلقة دي محمد. نتقابل كمان يومين في قصة جديدة من القصص اللي عشتها وشفتها. سلام عليكم.